انا كنت فاكر ان هي جريمة قتل عادية، لكن اللي شفته في المكان ده كانت اغرب جريمة قتل عدت عليا في حياتي كلها. مبدئيا انا عايزك تركز معايا في كل كلمة هتتقال في الفيديو ده، لانك بعد الفيديو ده غالبا او انت بتسمعني هتبدأ تشك في كل شخص حواليك حتى نفسك. من غير دخول في تفاصيل كتير خلينا نبدأ. الو، عندنا بلاغ يا فندم بجريمة قتل جماعية. فين المكان بالظبط؟ بعد لحظات من الصمت قلت لهم تمام، محدش يلمس حاجة وانا جاي لك حالا. رد عليا وقال لي امرك يا فندم. نزلت سماعة التليفون من على ودني وساعتها لقيت ساهر باصص لي وبكل تركيز ومستنيني اتكلم، وساهر ده المساعد بتاعي في اسم الشرطة. قلت له ما تستعجلش، انا هقول لك كل حاجة دلوقتي، بس خلينا نتحرك، دي اهم حاجة. سحبت مفاتيح عربيتي من على المكتب واتحركت، ومن ورايا ساهر. اول ما وصلنا للمكان لقيت ناس كتير واقفه وستات واقفه تصوت، وفي لما طلبت من العساكر ان هم يمشوهم علشان اقدر اشتغل. بعدها دخلت مسرح الجريمه ولقيت 3 اشخاص مترميين على الارض، وواضح ان الرصاص كان مخترق جسمهم بالكامل. من النظره الاولى اتضح لي ان المجني عليهم كانوا في حاله سكر وبيلعبوا قمار، وده اللي عرفته من كاسات الويسكي اللي كانت على الترابيزه اللي كانت غرقانه دم. اتمشيت في المكان وانا ببص على كل ركن حواليا، لكن الغريب ان ما كانش فيه اثار اي اقتحام لاي شباك او حتى باب. معنى كده ان في احتمال كبير ان يكون الجاني على علاقه بالمجني بيهم، وممكن يكونوا اكتر هم اللي فتحوا له الباب بايديهم. نزلت بركبتي على الارض علشان ادور على اي فارغ رصاص، لكن الغريب اني ما لقيتش اي فارغ رصاص على الارض. اعتقد ان القاتل قدر يجمعهم بعد ما نفذ جريمته. طلبت من ساهر يجمع لي بطايق المجني عليهم ال3 ويدخل لي الشخص اللي بلغ. رجع لي وبعد دقايق لقيته داخل عليا وفي ايده 3 بطايق. مسكتهم من ايده وانا بقرأهم. الاول محمود عبد الدايم، التاني شوقي محروس، التالت بيومي عبدين. رفعت عيني وقلت له فين الشخص اللي بلغ؟ قال لي دي ست سعادتك واقفه بره، وملحوظه صغيره سعادتك ان اللي بلغت تبقى مرات واحد من المجني عليهم. انا مش قلت لك تدخلها حالا؟ بعدين هي مرات مين فيهم؟ رد عليا وقال لي حاضر يا فندم هدخلها دلوقتي، هي مرات شوقي محروس. قلت له تمام، بعد ما تدخلها عايزك تعمل لي تحريات عن المجني عليهم وتراجع الكاميرات وتسأل كل الجيران. انا شاكك ان احنا هنلاقي حاجة، لان الناس دي واضح ان اللي عمل معاهم كده مش تمام، واكيد دفع القتل هيكون قوي، وحاسس اننا عشان نلاقي القاتل الموضوع ده مش هيبقى سهل، لانه واضح انه حريص جدا. رد عليا وقال لي امرك يا فندم. قلت له يا ساهر انا محتاج المعلومات دي في اسرع وقت ممكن. ومفيش دقايق لقيت عسكري داخل عليا بمرات شوقي، وطبعا كانت منهاره من العياط. دخلت وقعدتها وقلت للعسكري هات لها ميه يا ابني بسرعه. ارتاحي يا مدام، اتفضلي اقعدي على الكنبه. قعدت على الكنبه وحطت ايديها على وشها وهي عماله تعيط. قلت لها وحيد الله يا مدام، انا مقدر جدا الموقف اللي انت فيه، هما كام كلمه هاخدهم منك وهتمشي على طول، واوعدك ان احنا هنجيب اللي عمل كده وهياخد جزاؤه. لقيت العسكري دخل وقال لي الميه يا فندم. قلت له شكرا، اتفضل انت بره. اديتها الميه وقلت لها اشربي وحيد الله كده وبالراحه، وعايز اعرف منك ايه اللي حصل بالظبط. خدت بق من الازازه وبعدها بصت لي وقالت انا كنت قاعده في اوضتي وهم قاعدين في الصالون، قلت انزل السوبر ماركت اللي جنب البيت اشتري منه شويه حاجات اسلي بيهم نفسي. يا دوب نزلت نص ساعه ورجعت شفت المنظر اللي انت شايفه ده. ازاي حد ممكن يعمل كده؟ ازاي حد يجيله قلب يقدر يعمل كده؟ قلت لها وحيد الله يا مدام، لكن لحظه، ازاي قعدتي نص ساعه في المحل وهو اصلا جنب البيت؟ رفعت وشها وقالت لي كان في زحمه في المحل وده اللي اخرني. قلت لها الكلام ده حصل الساعه كام؟ قالت لي الساعه 11، يعني من ساعتين يا فندم. قلت لها يا مدام انت ما سمعتيش صوت ضرب نار وانت تحت؟ قالت لي لا، انا قلت لحضرتك ان المكان كان زحمه. طب وجوزك الله يرحمه ما كانش ليه اعداء؟ سكتت شويه وبعدها اتنهدت وقالت انا كنت عايز اقول يا باشا بس بصراحه خايف اظلم حد. قلت لها لا قولي، انا هنا علشان اتاكد من كل كلمه بتتقال. ردت عليا وقالت لي الخلاف ما كانش مع جوزي بس، الخلاف كان معاه هو واصحابه كمان. اتعدلت في قعدتي وبصيت لها باهتمام وانا بسالها ايوه احكي لي ازاي يعني. ردت عليا وقالت لي قعدتهم دي كانت بتحصل كل يوم خميس، وكان بيجي معاهم واحد اسمه صح افتكرت، اسمه خالد. وفي يوم خرجت من اوضتي على صوت زعيق جامد جدا، خرجت لقيتهم ماسكين خالد ده ونازلين فيه ضرب، فلت من بين ايديهم بالعافيه وهددهم وهو خارج، قال لهم انا مش هسيب حقي. رديت عليها وقلت لها طب ما تعرفيش ايه سبب الخلاف اللي حصل؟ قالت لي ابدا يا باشا، بس اتوقع ان هم كانوا بيتخانقوا بسبب فلوس. قلت لها تمام، دلوقتي تقدري تتفضلي، بس هتسيبي شويه بيانات ليكي مع العسكري اللي بره عشان بس لو احتاجناكي تاني. رفعت وشها وقالت لي حق جوزي هيرجع يا باشا صح؟ قلت لها ان شاء الله اتفضلي. جت تقوم من مكانها وقعت على الارض، ناديت على العسكري جاي يفوقها
وخدها ومشي. وقتها طلبت فريق الطب الشرعي علشان ناخد منهم تقرير اللي حصل. خرجت بره الشقة علشان اشرب سيجارة، لكن وانا بشرب السيجارة قعدت اراجع واركز في كل كلمة الست دي قالتها، وعشان كده طفيت السيجارة ورحت بنفسي خبطت على باب الشقة اللي في وشهم. خرج لي راجل اعتقد ان هو في الخمسينات من عمره، خرج لابس كلسون وفانيلا. عرفته بنفسي ودخلت شقته وشاور لي اقعد على الكنبة وقال لي هو بيتاوب. ثانية واحدة يا فندم بس هكون معاك. رديت عليه وقلت له انا بعتذر جدا على ازعاجك، هما كام سؤال بس هاخدهم منك وهمشي على طول. قعد على الكرسي وتقريبا نسي يدخل يلبس حاجة، وبعدين رد عليا وقال لي قوي اتفضل يا فندم. قلت له تعرف ايه عن شوقي جارك؟ قال لي ده كان يوم اسود يا باشا يوم ما سكن قدامنا. رديت عليه وقلت له ليه بتقول كده؟ رد عليا وقال لي مستني يا باشا من واحد قالب بيته غرزه وكشف مراته على الاغراب وراجل سكري. قلت له يا ده انت شايل منه قوي. بلع ريقه وطرقع صوابعه وبعدها بص لي بتوتر كده وقال لا يا باشا ولا شايل منه ولا حاجه، بس صعبان عليا الغلبانه مراته، ذنبها ايه تعيش مع راجل بالشكل ده مع احترامي للرجاله طبعا. ساعتها قصدت ان انا اغير مجال الحوار وسالته قول لي يا حاج انت ما سمعتش صوت زعيق او خناق او حتى ضرب نار؟ قال لي ابدا يا باشا انت زي ما حضرتك شايف انا كنت نايم وراجل كبير ونظر على قدي ده حتى السمع يا دوبك. قلت له مفهوم طبعا. طب ما تعرفش حاجه عن مرات شوقي؟ يعني مثلا ما سمعتش ان في خلافات بينهم او حاجه شبه كده؟ قال لي كتير كتير يا باشا كتير والله العظيم، ده لو واحده غيرها كانت اتطلقت، لكن البنت دي يا عيني ملهاش حد ولا اب ولا ام ولا حتى عيال، والله بنت غلبانه. ده في مرة يا باشا لما اعترضت عن اللي حصل نزل فيها ضرب قدام الجيران كلها وطردها بره الشقة. ساعتها سألته وقلت له وانت عرفت ازاي عشان كده بتعترض على اللي بيحصل؟ رد عليا وقال لي اليوم ده يا باشا كنت طالع على السلم وسمعت طرطيش كلام، وسعادتك عارف ان الواحد لما بيبقى متعصب ساعات بيقول اي حاجة. قلت له اديك قلت بيقول اي حاجة. قال لي ما اقصدش يا باشا، هي بس الغلبانة دي ساعتها ممكن تكون بس بتقول اي حاجة، لكن هي ما تقصدش ان هي تقولها اصلا. عمرها ما اشتكت لحد من الجيران، لكن وسط الخناقه اشتكت لما فاض بيها للجيران وسط الخناقه. قلت له تمام يا حاج شاكر جدا، استاذن انا سلام عليكم. قال لي استنى يا ابني اقعد اشرب حاجه. قلت له مره تانية يا حاج ان شاء الله سلام عليكم. في اللحظه دي خرجت من عنده ولقيت فريق الطب الشرعي والجنائي وصلوا، وكان على راسهم دكتور سليم الطبيب الشرعي واخصائيه الادله الجنائيه ساره. رحبت بيهم وبعدها طلبت تقرير مبدئي عن اللي حصل. اتقدم دكتور سليم كذا خطوه لقدام، بعدين سند بركبته جنب واحد من المجني عليهم، بص للمجني عليه كده وبعدها قال لي جمله خلت كل تفكيري للقضيه يتشقلب حرفيا.